عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. هعمل بقى معاكم النهارده الفراخ المحشيه بالطريقه الاصليه بتاعتها، بتاعت امهاتنا زمان. وعشان ما اطولش عليكم الفيديو، يلا بينا نبدا. انا المقادير اللي انا حطيتها قدام الشاشه دي مقادير ل5 فرخات. طبعا انتوا لو هتعملوا كميات اقل هتقدروا تنصصوا المقادير او تاخدوا على قد ما انتوا هتعملوا. انا هنا حطيت في الحله بصلاية 3 بصلات كبار. انتوا ممكن تحطوا بصلاية لو هتعملوا فرخة واحدة، ممكن تحطوا بصلتين يكونوا وسط برضو لو هتعملوا فرختين ولا حاجة. وبعد كده شوحت البصلاية. انا مش عايزة البصلاية تصفر، انا بس عايزاها تاخد لون خفيف كده، يعني لون مصفر خفيف. بعد كده نزلت عليها بالكبد والقوانص. الكبد والقوانص هنا انا مش شارياها، دي بتاعة الفراخ. يا جماعة بالمرة انا جايبة فراخ بلدي، انا مش جايبة الفراخ اللي هي البيضة. وبعد كده شوحت الكبد والقوانص مع البصلة وحطيت عليها قرن فلفل، وبعد كده نزلت عليها بمعلقة ملح ومعلقة فلفل اسمر. وبعد كده غسلت الرز وبعد كده نزلته عليها وقلبتها كويس، اديتها تشويحة. وبعد كده نزلت عليها بالمية. كمية المية هنا انا عايزاها تكون قليلة، مش عايزة تكون مية كتير، لان انا عايزة الرز يستوي بنسبة 50%، لان الرز هيكمل سواه في قلب الفراخ. بعد كده بدأت ان انا اقلبها وغطيتها تستوي. بعد كده جبت الفراخ عندي، انا غسلتها كويس ونقعتها في محلول نقع، وبدأت ان انا اوسع كده بين الجلد واللحم. زي ما قلت الرز لازم يكون مستوي بنسبة 40% او 50%، مش اكتر من كده لانه هيكمل سوا في قلب الفرخة. في حلة كبيرة على النار حطيتها، وحطيت فيها طماطميتين و3 بصلات، وحطيت فيها ورقتين راولة وحبة حباية مش كتير، يعني 4 5 كده. بعد كده جبت الفراخ بتاعتي وبدأت ان انا اوسع الجلد عن اللحم. ومعايا هنا معلقتين، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. المعلقة الصغيرة عشان ندخل بيها في الفتحات الصغيرة، والمعلقة الكبيرة عشان ندخل الرز بيها في الفتحات الكبيرة. وبعد كده بدأت ان انا احشي. انا يعني بفضل ان انا احشي بايدي اكتر عشان اعرف انا بحط الرز فين. الحتة اللي فيها عظم في النص اللي هي شبه الهرم دي ما بتجيبش عليها رز، عشان خاطر لو جبتي عليها رز هتفرقع. وبعد كده بدأت ان انا احشي، وانا بحشي الفرخة ببدأ يعني بعمل لها زي مساج كده بايديا بصوابعي، عشان خاطر الرز كله ما يتكومش في حتة واحدة وتفرقع برضو مني. اهم حاجة في الفراخ المحشية طريقة حشوها، وانت بتحشيها دايما لازم تكوني بتمسجي فيها بصباعك، عشان خاطر الرز كله ما يكومش في حتة واحدة وتبدأ ان هي تفرقع منك. وتوزع الرز. تاني حاجة ما تحطيش فيها رز كتير، لان الرز بينفش اكتر. يعني انتي مثلا حطيتي كوباية رز في الفرخة، ممكن تبقى كوباية ونص لكوبايتين. وانتي دايما بتحشي الفرخة حذري ان هي تحط فيها كمية رز قليلة. وهو ده السر بتاع الفراخ المحشية اللي هي ما بتفرقعش. لازم أن تكون الرز واخد محطوط في الجناب مش عند الصدر، عشان خاطر ما تفرقعش منكم برضو. وكده انا حشيتهم كلهم بنفس الطريقة، وبدأت ان انا اربط الفرخة من تحت عشان خاطر الرز اللي فيها يستوي كمان، بيبقى شكلها شيك كده، يعني شكلها حلو في التقديم. لو وصلتوا لحد هنا متنسوش تعملوا لايك للفيديو، تعملوا سبسكرايب للقناة. انا قعدت اصور في الفيديو ده ساعتين يا جماعة. اعملوا سبسكرايب للقناة واعملوا لايك للفيديو، شجعوني بقى في كومنتات حلوة في قلب الكومنتات.
وبس كده طلعت بقى جبت بقى الفراخ وفتحت الحلة وبدأت ان انا انزلهم كلهم في قلب المية، وبعد كده حدقتها بملح وفلفل اسمر ومرقة دجاج. مرقة دجاج اساسية يا جماعة، بتديها طعم ونكهة رهيبة. وكده انا طلعتها من الشوربة. انا صورت 2 بس عشان خاطر الوقت. وفي طاسة او في صينية تكون غير لاصقة، وبدأت ان انا احمر الفراخ. حطيت فيها الفراخ وبدأت ان انا اديها لون على كل وش. يا جماعة انا حمرتها بزيت ذرة بس، لو انتوا عايزين تحطوا سمنة بلدي او اي سمنة تانية عادي ممكن تحطوا، وبيديها طعم برضو، ولكن انا فضلت زيت الذرة لان انا بحبه اكتر في الفراخ. واديتها كده تاخد لون على كل جهة، وبعد كده طلعتها. وبس كده خلص الفيديو بتاعنا النهارده. متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناة. انا اسمي اميرة ودي قناتي.